رايحين نجيب العيش. التسويف مرض يمكن اكتر او اهم من الامراض العضويه كمان. يعني انت لو عندك مرض عضوي ممكن الموضوع يبقى اسهل من لو انت عندك مرض التسويف، لان مرض التسويف ده مش بس هيتعبك في حاجه معينه، لا، مرض التسويف ده هيقتلك، هيوقفك خالص. صباح السعي. هحكي لكم على موقف من المواقف تقدر تقول كده اللي اثرت على حياتي بشكل كبير او شكلت حياتي زي ما انت عايز تقول يعني. المهم كنت قاعد مع دكتور جراح. المهم قعدت معاه وبدات اقول له بقى ايه، انا دكتور ومش عارف وصانع محتوى وبحفظ قران ومش عارف وبعمل كذا وكذا، اللي هو انا مبسوط بقى وبتاع، وقلت هيقول لي شاطر وما شاء الله عليك وبتاع وربنا يبارك فيك، وعارفين انتوا الكلام ده اللي هو لما اي حد يسالني انت بتعمل ايه اقول له بعمل كذا وكذا، يقول لي يا نهار ابيض ما شاء الله تبارك الله، ده انت جامد، ده انت مش عارف ايه، انتوا فاهمين، يقعد يعظم فيا، تحس ان انا اصلا كحيان، فاهمني؟ هي مش فكره تكبر وبتاع وان انا شايف نفسي وان انا كذا وكذا وبعد الحاجات اللي فيا، لا مش دي الفكره. الفكره ان انا برضو اعرفه انا بعمل ايه عشان خاطر اخد منه نصايح ويعلمني، لان دي من الحاجات اللي انا بحبها قوي، ان انا اتعلم من اللي قدامي. فابدا اقول له على ظروفي بهدف ان هو حد كبير فهيعدل لي على حاجات معينه، والحمد لله ده اللي حصل. فقلت له اتفاجئت منه برد بصراحه. انا يعني هو قال لي التحفيظ جميل ما شاء الله ربنا يبارك لك وبتاع، قال لي بالنسبه لصناعه المحتوى بتاعتك ديت بقى ماشي. بصراحه رد عليا رد قتلني. قال لي ايه؟ قال لي ده هوى نفس ولازم تتخلص منه. هوى نفس ايه يا عم هوى نفس دي؟ فالمهم هو لما فهمني معنى الكلمه طلع معناها ان انا مش مرتب اولوياتي وان انا بهرب من المسؤوليات اللي ورايا بصناعه المحتوى. انت فاهم الحته ديت؟ اللي هو انت وراك مذاكره فانا بهرب من المذاكره بايه؟ ده انا اروح اصور فيديو ومنتجه وانزله وبتاع، فاخد وقت في صناعه المحتوى. بس صناعه المحتوى دي بترضيني، باجي في اخر اليوم كده قبل ما انام انا مبسوط ان انا ايه انجزت النهارده، فاهمني؟ بس ما ذاكرتش الحاجه اللي ورايا اصلا، الحاجه الاساسيه اللي عليا. فبصراحه هي ديت بقى الحاجه اللي عايز اتكلم معاكم فيها، حته ان انت ما تظبطش الاولويات بتاعتك فتسوف. عشان في كتير من الشباب يبقى مثلا وراه مذاكره ياجل المذاكره بتاعته دي او يكسل عن المذاكره وان هو يروح يمسك التليفون. ما هي دي مشكله التسويف بقى. طب ليه بقى بيحصل التسويف ده؟ التسويف ده بيحصل عشان انت بتبص على حته ان انا لسه هذاكر وافتح الكتاب وهقعد اسمع الريكورد او هسمع المحاضره وهقعد بقى هتعب بقى وبتاع، فانت بتبص على بتبص على البروسيس بتاعت المذاكره، العمليه بتاعت المذاكره ذات نفسها. العمليه طبعا صعبه، لكن لو انت بصيت بعد كده لما اخلص مذاكره ده انا هبقى مرضي، هبقى مبسوط، هاجي في اخر اليوم كده هبقى راضي عن نفسي، ان شاء الله لما ادخل امتحن هبقى داخل الامتحانات بتاعتي بحل كويس، ربنا هيكرمني. وتفكر برضو في حته ان انت مش هتتزنق في الفاينل، هتلاقي نفسك بتراجع كويس في الاخر والدنيا ماشيه معاك حلو. فابدا افكر في النتيجه، ما تفكرش في البروسيس، في العمليه ذات نفسها. زي مثلا اضرب مثال تاني وليكن الصلاه، واحد اول ما الاذان ياذن يفضل مكسل زي ما هو، ما يقومش غير لما في الاقامه، ممكن ما يقومش اصلا يصلي. ليه؟ لانه بيفكر يقول لك لسه هقوم اتوضى واسيب اللي في ايدي ومش عارف ولو لابس شراب هخلعه ومش عارف واعمل فيبدا يستثقل الموضوع، ولسه هنزل اروح المسجد فيستثقل الموضوع. لكن لو فكر بقى في النتيجه، لما انزل اصلي هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هستغفر ربنا يغفر لي الذنوب اللي انا عملتها، فرصه كبيره ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى فيستجيب الدعوات بتاعتي والاحلام اللي انا نفسي ربنا يحققها لي، فدي حاجه كويسه. حته ان انا هكسر الوقت بتاعي بدل ما انا اصلا قاعد بذاكر فهروح اغير جو فهنزل اصلي، فدي برضو تفرق معاك. وهي دي الحاجه الاساسيه اللي انا اصلا عايز اتكلم معاك فيها، حته ان انت ما تركزش على البروسيس، العمليه ما تركزش عليها، لانك سبحان الله لو انت ركزت على العمليه اقسم بالله ما انت عامل حاجه. انا لو ركزت على عمليه ان انا لسه هصور واحط التليفون ومش عارف وهنزل ومش عارف لا، انا بفكر بقى في لما انزل الفيديو، لما الناس تستفيد، لما مثلا الفيديو ده يجيب ريتش كويس وابقى مبسوط وراضي، لما واحد مثلا يقابلني يقول انا استفدت منك من المعلومه الفلانيه دي، فدي حاجه هتبسطني وهترضيني. انت فاهمني؟ فكل واحد بقى بدا يبص على على النتيجه. فانا عايزك مع المذاكره، مع الصلاه، مع شغل هتعمله، مع اي حاجه وراك، عايزك دايما تربط الحته دي، ان انت دايما تركز على النتيجه، ركز على اللي بعد كده. لو واحد مثلا في ثانويه عامه ما يركزش على المذاكره دلوقتي، ركز على بعد كده لما تجيب مجموع كويس ان شاء الله وربنا يكرمك. فدايما ركز على النتيجه او
دايما قارن لما تيجي تعمل حاجه، قارن انا هقعد دلوقتي اقرا قران ولا هقعد مثلا امسك التليفون. لا، همسك اقرا القران الاول، اخلص الورد بتاعي. خلصت الورد بتاعك ابدا امسك الكتاب بتاعك ذاكر شويه. خلصت مذاكرتك او خلصت جزء من مذاكرتك، بلاش مذاكرتك دي لان ايه، حوار ان انت خلصت مذاكرتك كلها ده ما بيحصلش اصلا يعني. خلصت جزء من مذاكرتك ابدا بقى ايه، خد بريك، امسك التليفون شويه، اتمشى شويه، كلام من ده، غير جو، ظبط اولوياتك، فكر دايما في النتيجه ما تفكرش في العمليه، وان شاء الله الدنيا هتظبط معاك. واهم حاجه ان انت تستعين بربنا سبحانه وتعالى دايما وانت ساجد. ادعي الدعاء ده، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب، كان بيقول له ادعي الدعاء ده، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. احسن دعاء تدعي بيه دايما اللهم اهدني وسددني، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيهديك للطريق وبيسددك كمان على الطريق اللي انت واقف عليه. ماشي يا اخواتي في الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا انا وانتم ونبقى ناجحين دنيا ودين باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق.